السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل الدوناتس مع بعض. ان شاء الله ينور اعجابكم ويكون الطريقة سهلة ان شاء الله. معايا هنا 100 جرام من السكر، 100 جرام من الزبدة اللينة، معلقتين كبار من الخميرة الفورية. معايا هنا باتنين بيضة كبار، ممكن نحط 4 بيضات لو هما صغيرين، مع فانيليا، رشة ملح، معلقة من الخل. معايا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة دارك، وكيلو من الدقيق. معايا بشر برتقال مطحون، قشر برتقال. معايا كوباية من المية، هرفعها على النار تغلي، وانزل عليها بنص كوباية من الدقيق، واسويها الدقيق مع المية بالشكل ده. ودي تعتبر عملية زي محسن للخبز. تمام. كيلو الدقيق هنحط عليه رشة البرتقال المطحون، وهننزل بالسكر والخميرة ونقلبهم كويس. هننزل بالعجينة اللي احنا عجناها على النار، وهكون حطيت الخل والفانيليا وربيت البيضة بالشكل ده ونزلت عليهم، واقلبهم بقى بايدي عشان كله يتدخل في بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هدمجهم كلهم مع بعض بالشكل ده، وانزل بميه دافيه. انا لقيت هنا الميه سخنه شويه فبردتها. هقعد اعمل كده لحد ما العجينه تلم معايا، وهنزل بها على الرخام بالشكل ده. هنزل بها بقى على الرخامه عشان اعرف اعجن فيها شويه. طبعا لو انت عندك عجان، العجان هيسهل عليكي كتير، لان بس انا العجان عندي باظ، وانا كمان بحب العجين بايدي بصراحه. هقعد اعجن فيها كده شويه وهفرد فيها. لو لقيتيها ملزقه بزياده معاكي، ممكن تحطي رشه دقيق خفيفه، بس ما تكتريش الدقيق. هنا هنحط الزبده، ونلم تاني العجينه ونحاول ان احنا نلمها. انت هتحسي هنا ان العجينه بدات تلين بزياده، فانت لو ما عرفتيش تتحكمي فيها، برضو رشه دقيق خفيفه على كف ايدك كده ولمي فيها. هي هتاخد معاكي وقت بس مش مشكله، يعني رشه دقيق خفيفه هتلم معاكي الموضوع. وبرضو ما تحاوليش ان انت تكتري كتير في الدقيق، يعني حاجات خفيفه جدا عشان العجينه ما تنشفش منك. العجينه هنا لينه وما بتلزقش في الايد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنقعد نعجن فيها كويس، يعني انا قعدت اعجن فيها يجي ربع ساعه بالشكل ده. تشيليها كده وترقعيها على الرخامه. الحركه دي بتخليها هشه وناعمه بالشكل ده، وتفردي فيها كده وترفعيها وتنزليها تاني على الرخامه، زي ما انك بتضربيها كده بالشكل ده. شايفين العجينه ما بتلزقش في الايد ازاي، وسايبه الايد خالص، مش معلمه في ايدي خالص. كده خلاص احنا خلصنا عجينه. هنحطها في الطبق اللي احنا كنا عاجنين فيه عادي، واغطيها بفوطه واسيبها تخمر في مكان دافي بالشكل ده. هي كده بعد ما خمرت ناعمه العجينه جدا وقطنيه ما شاء الله. هنزل بيها على الرخامه برضو مع رشه دقيق خفيفه وافردها. هرش عليها رشه دقيق خفيفه من فوق، ورش على النشابه بالشكل ده علشان ما تلزقش في العجينه، خفيفه جدا برضو، يعني يا دوبك تمشي معايا النشابه. انا هنا اضطريت ان انا اقسمها لان الكيلو كبير على الرخامه، مش عندي مش عريضه، فعشان اتحكم فيها وفي نفس الوقت علشان اخلص بسرعه، لاني هبطنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والعمليه التبطين دي بتخليها هشه جدا وبتساعد على هشاشان الدونت. تمام. احنا هنعملهم على 2 بالشكل ده. هنفرد التانية زي الاولانيه بالظبط، وندخلهم في التلاجة ونسيبهم يرتاحوا قد ربع ساعه. تمام. دخلنا الاولى وهنعمل التانية زي الاولى بالظبط بالشكل ده. هغطيها برضو وادخلها. بعد ربع ساعة هجيب الاولانية وافردها نفس الفردة من تاني بنفس الطريقة ونفس التبطين. يبقى احنا كده هنبطنها مرتين 2. هي ممكن من 2 ل4. انا عملتها بصراحة 2 بس بالشكل ده. برضو هنريحها في التلاجة شوية. هنعمل التانية بنفس الطريقة برضو بنفس الشكل، وهنبطنها وندخلها نريحها.
ونرجع نجيب الاولى بقى، لانها كده خلاص هي استريحت، لان لو جينا نفرد دي مش هنعرف نفردها. فهنا معايا القطعات اهي بتاع الدوناتس، قطعت الدوناتس اللي هي البلاستيك دي، وقطعها من القطعات العاديه خالص، وبغطا ازازه بفتح من النص عادي. غطا الازازه بتاعه الكحول اللي هو بتاع كحول الجيب دي، بعمل بيها عادي مطهر. دي الاولانيه، قطعه العجين الاولانيه افردها، واحاول ان انا مخليش السمك رفيع ولا تخين. لرفيع بحيث انه ما ينزلش في الزيت ينشف مني، ولا تخين ياخد لونه وما يستويش مني. اخليها متوسطه في الارتفاع عشان تستوي كويس. هحط القطعه كده في الدقيق عشان ما تلزقش في العجين، واقطع بيها بالشكل ده. هشيل بقى كل العجين ده وارجع المه تاني وابطنه بنفس الطريقه، واجيب القطعه واسيبها تستريح، واجيب القطعه الدقيق العجينه التانية. يعني كده كده انا هفردها وابطنها، واروح مدخلها التلاجة، واجيب القطعه التانية من العجين، لاني برضو لو جيت فردتها على طول مش هتبقى مريحه معايا. فانا شغاله في قطعتين، عشان كده قسمت العجينه اتنين، غير ان الرخامه عندي رفيعه فهي تسرع معايا عمليه الشغل. كده هقطع بقى بالقطعه التانية. وبرضو خلي بالي وانا بقطع، والحته اللي رفيعه هشيلها مع العجينه عادي والمها في العجين، مش مشكله. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بغطى ازازه بقى من ازاز الكحول اللي هو الطبي ده. انا عيناها ومنضفاها وسايباها اعمل بيها. البابلز دي ممكن ان احنا نحمرها ونلفها في السكر والقرفه، بيبقى طعمها جميل جدا، بس انا بصراحه ما عملتهاش، انا دخلتها في قلب العجين. هنلم العجين ونعمل فيها بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الاولانيه، نفردها ونبطنها ونسيبها تريح. احنا كده خلصنا كل التقطيعه بالشكل ده، ودي كل الكميه. عملنا حبه مفتوحين وعملنا حبه مقفولين، هنسيبهم بقى يخمروا مره كمان، وبعدين نجهز الزيت للقليه. كده معانا انا جايبه صينيه واسعه حاطه فيها زيت غزير، وصينيه تانية عليها شويه من ورق اللي هو ورق الحواوشي، اي حاجه اللي هي تمتص الزيت، ورق زبده، ورق حواوشي، اي حاجه. كده بعد ما خمرت هنزل بيها بقى واشيلها بالراحه عشان ما يفكش الخمر بتاعها. طبعا احنا رشين دي على الصينيه كتير علشان ما يلزقش، وده اللي بيسهل عمليه الشيل. يعني لما تيجي تحطي دقيق، تحطي دقيق بزياده شويه تحتها، عشان لما تيجي تشيليها ما تبصي منك. النار تكون متوسطه، لا هي عاليه ولا هي واطيه، النار تكون متوسطه، وايدك فيها على طول بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنعمل بقى طبعا كل كميه بنفس الطريقه. دي يعني ثواني على الوش ده، وثواني على الوش التاني، لانك مجرد انت تغيبي عنها ثواني بتاخد لون. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نرفعه بقى على الورق كده، ده بيمتص الزيت، اي زيت زياده هيشيله. هنخلص بقى كل كميه بالطريقه دي. شايفين اللي انا سبتهم شويه اخدوا لون، والتانيين ما اخدوش لون، بس ده مستوي وده مستوي، وهشه ازاي وقطنيه وجميله جدا. هنسيح بقى الشوكولاته ونزين الدونت. هنسيح الشوكولاته ونغمسها بالشكل ده، قطعه الدونت في قلب الشوكولاته بالشكل ده، ونهزها هزه خفيفه كده عشان تكون الشوكولاته بشكل متساوي، ما تكونش مخرفشه او شكلها مش لطيف. هنجيب بقى، انا عندي دي البتاع بتاعه الدواء بتاع الاطفال، دي حقنه للدواء بتاع الاطفال، بنجيبها من الصيدليه، هي لها غطا كده، بستخدمها في الحاجات اللي زي دي، ازين بيها حاجه زي كده، اعمل بقى خطوط، بتسهل عليا بصراحه.
نزين بالشكل ده، وبأي شكل يعجبك بقى، تعملي خطوط، تعملي دواير، تعملي اي حاجة زي ما انت عايزة. وجبت كمان خدت حبة من الشوكولاتة البيضة دي، حطيت عليها معلقة من الزيت، حطيت عليها لون اخضر عشان تديني ايه اللون الاخضر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني ممكن الالوان العادية اللي هي الجيل تنفع عادي، بس بتحطي عليها معلقة زيت، مش هتبوظ ولا حاجة، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب ينول اعجابكم الفيديو، وان شاء الله تعملوه احسن من كده بكتير. شايفين هي عامله ازاي؟ ما شاء الله. ولو وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير، والى اللقاء في فيديو جديد.